ده لسه عينيا حمرا. لو طلعت من حمام السباحة ولقيت عيونك حمرا كده زي حالاتي، أو لما بتشم ريحة الكلور نفاذة وقوية، فهل ده معناه إن حمام السباحة أو البسين متطهر ومتعقم وإن كل الأمور تمام وفلة؟ خليني أقولك إن الريحة النفاذة اللي إحنا بنشمها دي بتبقى نتيجة مادة اسمها تراي كلورامين، ها؟ بتحصل لما بيختلط الكلور بالبيبي. أيوه زي ما سمعت كده. نعم يا كابتن. ان مش بس بيحصل عندنا في مصر، وده اللي اكدته الدراسات. مثلا عندك في كندا اخدوا عينة من المية من 30 حمام سباحة وحللوها، والنتيجة قالت ان 100% موجود بيبي في كل العينات اللي اخدوها. الطمة والمصيبة الكبرى بقى ان سباحين كبار وعالميين في تصريحات ليهم قالوا ان هم كانوا بيعملوا بيبي في حمام السباحة. يعني ابنك لو عمل بيبي كده في حمام السباحة ما تمسكوش من الماء وتخرجوا، هم سباحين كبار سبقوه وعملوا الموضوع ده. حسستونا انا يابا. كوكب اليابان الشقيق بقى، عشان يقضي على الظاهرة دي واحنا عارفين ان هو دايما بيفكر خارج الصندوق، اخترعوا جهاز انذار ومادة بيخلطوها بالكلور والمية في حمام السباحة، وبناء عليه لما حد يجي يعمل بيبي في حمام السباحة بتحوطه دايرة او هالة حمراء بتقول ان الراجل ده ارتكب هذا الجرم اللي هو البيبي في حمام السباحة، وبعد كده بيمنعوه من دخول الفندق او ان هو يدخل المسبح تاني. تفتكر اني قلت لك بلاش؟ زي مثلا عندنا كده اللي بيتحط اسمه على قوائم الممنوعين من السفر في المطار. تخيلوا بقى لو طبقوا الموضوع عندنا في مصر، هل في حد هينزل حمام السباحة؟